بتحداك بموديل جديد موجود فيه مواصفات مش موجوده غير في الابل الاصليه فقط، باقرب ساعه للابل الاصليه في كل المواصفات بكل التحديثات الجديده. اول ساعه الترا تيجي بنفس حجم الابل الاصليه وشاشه سوبر اموليد، وكمان بتفتح جاليري وصور وذاكره داخليه. كمان بتدعم الجي بي اس، اقدر اعرف المكان والمنطقه بتاعتي اللي موجوده فيه. بالاضافه ان الرسائل بتاعتها بتيجي بلغه عربيه صحيحه وسليمه. بالاضافه كمان ان تقدر تربطها بالايربود مباشره لان فيها ذاكره داخليه، واقدر احط عليها مقاطع صوتيه وقران، وده بيخليني اربطها بالايربود واسمع منها المقاطع الصوتيه دي بدون الاحتياج للموبايل تاني خالص. كمان بتظهر كل الاسماء اللي موجوده على الموبايل، اي اسم موجود عندك على الموبايل هيظهر الاسم بتاعه. بالاضافه ايضا ان انا بسجل عليها 100 اسم مفضله، يعني انا مش محتاج اي حاجه تاني من موضوع الاسماء واتحلت كل مشكلتها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد، ازيك يا باشا؟ إيه الاخبار؟ الحمد لله بخير. أخبارك معلش إيه؟ معلش بتصل بيك في وقت متاخر، بس انا اسف بجرب بس صوت المايك والسماعه بتاع الساعه جي اس هالو 3 بلس الجديده. انت سامعني كده كويس؟ انا سامعك بوضوح، انت سامعني كده كويس؟ أنا سامعك كويس جدا، الصوت واضح خالص يعني. الصوت تمام كده معاك يعني؟ تمام الصوت ظاهر أكنك بتتكلم من الموبايل. تمام تمام، الف شكر، شكرا لحضرتك يا باشا. ماشي يا أستاذ محمد، شكرا ماشي. شكرا، الف شكر، شكرا لحضرتك. السلام عليكم. بالاضافه كمان ان بتحط عليها 3 خلفيات، مش خلفيه واحده زي اي ساعه تاني، 3 خلفيات. وكمان الخلفيه دي بخلفيات بصور شخصيه، وكمان اقدر احط اي خلفيه من البرنامج لان كل الخلفيات اللي موجوده في البرنامج كلها مجانا. الساعه كمان فيها متابعه الانشطه الرياضيه ومتابعه الخطوات ومتابعه حرق السعرات الحراريه. بالاضافه كمان ان الساعه فيها العديد من القياسات الطبيه زي نبض القلب، اكسجين الدم، ضغط الدم، كل الحاجات دي كلها، ولكنها زي العاده ما بنقول انها تدعم القياسات الطبيه، ولكنها غير دقيقه وغير معتمده لان صحه الناس امانه لا يستهان بها. بالاضافه كمان ان الساعه فيها متابعه للطقس، كمان الساعه فيها آلة حاسبه، بالاضافه كمان ان الساعه فيها التقويم، والساعه كمان اقدر اطلب منها سيري للموبايلات الايفون وجوجل اسيست للموبايلات الاندرويد. الساعه كمان علشان فيها ذاكره داخليه اقدر اسجل من عليها صوت، والصوت ده يقدر يروح على الموبايل مباشرة أو يقدر يروح على الساعة، وده أيضا مختلف ومش موجود في أي ساعات تانية. الساعة أيضا تدعم خدمات الدفع الإلكتروني. الساعة أيضا فيها منبه وفيها ستوب ووتش عشان أقدر أستخدمه في الأنشطة الرياضية أو تحديد مواعيد معينة بأوقات معينة. الساعة كمان أقدر أتحكم في الميوزك منها، أقدر أشغل أغاني من الموبايل وأتحكم في الميوزك من الساعة، وكمان الصوت يطلع من الساعة. ده مش بس كده، الساعة علشان فيها ذاكرة داخلية اقدر كمان ان انا اربط الساعة بالايربود مباشرة بدون الاحتياج للموبايل، لان الساعة بقى فيها ذاكرة داخلية واقدر احط عليها اغاني واقدر احط عليها قرآن، وبالتالي اقدر اشغل الاغاني دي على الايربود واوصل الاتنين ببعض بدون الاحتياج للموبايل نهائيا. وبالشكل ده نكون جمعت لكم اكبر قدر من المزايا والمواصفات اللي موجوده في الموديل ده. معرفش فيه ناقص حاجه تاني ولا لا، بس ساعه فيها مزايا ومواصفات مش موجوده في اي ساعه تاني، وتعتبر اقرب ساعه للابل الاصليه في المواصفات والشكل والامكانيات كلها. لو محتاج المنتج او محتاج اي مواصفات او محتاج اي استفسارات تانية عن المنتج، تقدر تراسلنا على الواتساب او على الفيسبوك صفحتنا موبي فون سمارت تك، او على الانستا موبي فون تك نمبر 1، او تنورنا في مقرنا بمدينه نصر او مقرنا بالهرم، او تتصل بينا تليفونيا وانا وفيك بكل التفاصيل كلها. شكرا لكم.